فنروّح بدري شوية. أنا مقدّر إن أنت النهارده ما خلّصتش اللي وراك، ممكن تخلّصه بُكرة. هنمِد الtimelines أو الdeadlines بتاعتنا لبعد رمضان أو بعد العيد بعد. ساعات الواحد بيبقى محتاج الزقة دي، حتى لو هو he's willing، بس بيبقى في حتة الخوف دي لمّا حد بيدّيك الزقة دي، خلاص بتاخد القرار، بيشجعك يعني. تحدد الvalues بتاعتك اللي أنت you cannot trade، ومنها تبتدي تشوف إيه اللي ممكن أستفيده. حلقة جديدة من The Podcast، كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم. النهارده الguest مش معايا في الاستوديو لأنه هو مش في مصر. معانا كامل النجار، بيكلمنا من بيرث من أستراليا، في فرق توقيت رهيب، هو فاطر دلوقتي وأنا لسه صايمين. بس كامل أنا متحمسة قوي، thank you for joining، وإنك اديت لنا وقتك عشان نعمل الحلقة دي برغم كل الظروف، بقالنا حبة بنحاول. لأ، شكرًا إن أنتِ بصراحة عملتِ لي invite لهذه الحلقة، وأتمنى بصراحة إنه أبقى ضيف خفيف على الناس في رمضان. زي ما كل البرامج كل الضيوف اللي بيطلعوا في رمضان بيقولوا كده. فأنا أتمنى أبقى ضيف خفيف على مشاهدينك في رمضان، ويبقى at least أوصّل أي حاجة positive النهارده بمناسبة الvibes الرمضانية الجميلة. أكيد متأكدة ومتحمسة قوي للحلقة يا كامل. بس عايزة أقول قبل ما نبدأ الحلقة يا جماعة، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب تانيبل النوتيفيكيشن، زرار لو جالكوا لو نزلت أي حلقة جديدة، عشان بجد الموضوع ده بيفرق قوي عشان نقدر نستمر إن احنا ننزل حلقات للبودكاست. النهارده كامل هو بزنس اناليست، بيشتغل في أستراليا بقاله تقريبا أكتر من 10 سنين. والحلقه الانسبيريشن بتاعها هو ان انا كل ما اكلم اي حد من صحابي عايش بره، بيحسوا قد ايه انه عارفين، طبعا كلنا اغنيه رمضان في مصر حاجه تانية، وقد ايه هم حاسين انه ايه ده، احنا وحشنا قوي الرجوع لمصر وعايزين ننزل مصر، وكلهم دايما بيحوشوا الاجازات ان احنا ننزل والسر مصر. في التفاصيل طبعًا. والسر في التفاصيل اكيد. فكامل، عايزه اسالك، احكي لنا كده على اولا ايه اللي خلاك تاخد قرار الهجرة. بجد انا بحسه من اصعب الحاجات اللي الواحد ياخدها، وبتبقى فيه opportunities شكلها حلو قوي، بس ان الواحد بجد يسيب اهله واصحابه وكل حاجة ويقرر انه هيغير حياته، مش حاجة سهلة. أنا حاسس إن أنتِ عاوزاني أعيّط من أول الحلقة، صح؟ لا 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 خالص. أبتدي أع ما ما تتأثرش، لا. انا مش انس، ما تخافش، انا مش بعيط حد، لا ما تقلقش. طيب. آآ هو قرار صعب طبعًا، بس أنا بصراحة ما كانش يعني آآ ما كانش القرار بحجم يعني كانت كان immature perspective كده عن الهجرة وقتها. هو أنا جيت أستراليا من 10 سنين، والموضوع جه شوية بالصدفة. إنه يعني وأنا أيام الجامعة كنت باسافر كتير في الأجازات بتاعة الجامعة، اللي هو أروح أشتغل في أجازة الصيف في كذا مكان. مرّة طلعت إنجلترا، ومرّة طلعت إيطاليا. فكان فكرة السفر بالنسبة لي قريّبة، ما كانتش حاجة بعيدة أوي. و ومرّة كده وأنا قاعد في الشغل كنا بنشتغل في مكتب صغير، وكان المكتب اللي جنبي واحد صديقي اسمه باسيو. فلقيت باسيو في يوم من الأيام بيقول لي: "أنا قدّمت على الهجرة لكندا." قُلت له: "ليه يا باسيو قدّمت على الهجرة لكندا؟" قال لي: "لإنه واحد صاحبه قدّم برضه على الهجرة لكندا من سنة وجات له." وابتدينا نكتشف إنه تقديم الهجرة مش ضربة حظ، يعني مش اللي هو أنا بارمي الزهر ويا إما هيطلع لي أسافر أو ما أسافرش. لأ، لقينا إنه بتتعامل مع كإنّك client، بتقول لهم والله أنا عندي مؤهلات فلانية، وبالتالي أنا مسموح لي أسافر بلدكم أقعد عندكم،
وهم بيقولوا لك طيب ادي الفاتورة بتاعتك وتدفعها وبالتالي تقدر تهاجر. فكانت فكرة الهجرة وقتها ما كانتش الفكرة الكاملة عن ان انت بقى بتسيب اهلك واصحابك، وكنت فاكرها يعني سفر عادي، بس الحقيقة كانت غير كده، لان استراليا بعيدة جدا عن بقية العالم. فبيبتدي بقى قارة بعد ما تانية يعني. سافرت ابتديت افهم. اه، قارة تالتة بيتهيألي، يعني احنا مم. في حاجات طبعا مختلفة كتير جدا. يعني استراليا specifically ليها خواص كده مخلياها very specific. بس اكبر حاجة هي البعد. وطبعا الناس في مصر برضو ما بتتخيلش السكيل بتاع استراليا قد ايه. يعني هو انا دلوقتي مثلا بيرث اللي هي المدينة اللي انا عايش فيها، هي اقرب مدينة ليا هي بالي على بعد 3 ساعات، يعني اكبر مدينة كبيرة ليا. مم. لو عاوز اروح سيدني انا هسافر 5 ساعات بالطيارة. يعني انت ممكن تسافري من مصر لألمانيا اسرع من ان انا اسافر من بيرث لسيدني او ملبورن. فالمسافات هنا حاجات تانية خالص، سكيل مختلف تماما. فبالتالي لما جيت هنا بقى ابتديت احس ببعد المسافة وفكرة الهجرة اللي الناس بتتكلم عليها وصعوبة الحياة وان انت ما معكش اهلك طول الوقت. خاصة ان احنا في الاول قبل كوفيد، الهجرة قبل كوفيد غير الهجرة بعد كوفيد. مم. يعني في تفاصيل كتير جدا اتغيرت اسهل، بعد كوفيد اصعب، بصراحة. الناس بتبقى عايزه يعني من ناحيه البلد، ولا من ناحيه ان الناس ما بقتش عايزه تسيب؟ هو هو حاجات كتير بصراحة اتغيرت بعد. يعني احنا مثلا انا ومراتي كنا تقريبا بننزل مصر كل 6 شهور قبل مم. كوفيد. يعني كان تمن التذكرة بتاعت السفر ما كانش مبالغ فيه، كانت تذكرة معقولة. آه، كان في طيران كتير. مم. بس انا مش عارف انتي تتذكري او تعرفي، بس استراليا وقت الكوفيد راحت جايه الجزيره قفلت على نفسها، راحت قايله احنا يا اه، جماعه ما حدش هيخش لنا ولا ومش هيطلع بره. هنصفر حد، ايوه ايوه، كله هنا. كان عندي اه، واحده احنا صاحبتي بتنهار احنا قفلنا. بتنهار الموضوع ده. مفيش وانك اصلا تجيب حتى بات. ساعتها انا فاكره كان كل الناس بقى في الكورونا اللي هو يلا بقى نجيب كلب نجيب قطه. هي قالت لي هو الموضوع بقى صعب قوي، بقى غالي قوي من كتر ما الناس بتحاول تعمل اي حاجه ترفه عن نفسها. واستراليا حتى في الحاجات دي الموضوع ما بقاش سهل قوي كده يعني. بالظبط، هو بقى بالظبط ده اللي حصل، ان هم قفلوا الجزيره، قالوا ما فيش مراكب هتيجي، ما فيش طيران هيجي، وما فيش حد هيسافر، فاحنا قفلنا عليكم. ف ده غير كمان انه بيرث تحديدا اللي هي ويسترن استراليا اللي هي العاصمه بتاعه غرب استراليا، عملوا كمان لوك داون جوه اللوك داون. فهم قالوا ما حدش كمان هيجي من ولايات تانية يقدر يسافر يعني لو انت في سيدني وعاوز تيجي بيرث ما حدش هيسمح لك، مفيش طيران اصلا، مش هتعرف تيجي. يعني محتاج تسافر 14 ساعه سواقه، او سوري 4 ايام سواقه مثلا عشان تقدر تيجي، وممكن يوقفوك على البوردرز وما يدخلوكش. فبيرث عملت لوك داون لدرجة إنه أنا بصراحة كنت باشبه الفترة دي بفترة عارفة The Truman Show بتاع الفيلم مم. Truman Show بتاع جيم كاري، اللي هو أنت عايش في بابل وكل الناس بتتحرك عادي، بس هو الحقيقة إن أنت بتتحرك في دايرة قد كده أهو. هو ده بالظبط اللي حصل، إن إحنا اتقفل علينا وفضلنا 3 شهور أو شهرين م- ما نعرفش عن العالم حاجة غير بس عن طريق الإنترنت والاتصالات الخارجية وشوية الأخبار اللي بتجيلنا، إنما مفيش أي اتصال فيزيكال بيننا وبين العالم الخارجي. ودي بقى خلت طيران كتير، يعني كان مثلا في طيران سنغافور بينزل من باريس، كان في طيران الاتحاد بينزل من باريس، قللوا عدد الطيارات اللي بتطلع من هنا. فبالتالي بقت التذكرة غالية جدا بوست كوفيد، إن الواحد يقدر يروح ويرجع في الست مم. شهور تايم فريم اللي كنا بننزل فيه. ده غير إنه أصلا قعدنا سنتين او 3 سنين كاملين ما قدرناش لا حد يسافر ولا حد يجي. فكانت بصراحة فترة ابتدينا بقى نحس بصعوبة الهجرة بعد كوفيد اكتر بكتير. الايزوليشن، وان انت مش الموضوع ما بقاش اكسسبل قوي ليك زي الاول، ما بقيتش عارف تشوف الناس زي الاول. آه، تعاملت مع الموضوع ده ازاي يا كامل؟ يعني انه طبعا بتختلف من حد للتاني، في ناس عملية اكتر، في ناس ايموشنال اكتر، بس ستيل اي حد
اي حد بجد مهما كان بيحن، بيبقى فيه ذكريات وفي احداث معينه بيبقى حابب انه يعيشها، زي مثلا رمضان. وده اللي خلينا اصلا مم. نفكر ان احنا نعمل الحلقه، انه الناس في رمضان من اكتر الاوقات بتحس ان ده اكتر وقت، لا احنا عايزين يا جماعه نرجع مصر مم. دلوقتي. ايه الحاجات اللي انت يعني بتعملها عشان تحس انه انا عارف اكوب، انا معترف ان في حاجات، بس لا انا قادر ابقى مبسوط برضو. مم. هو سؤال مركب طبعا، حاول اكسره كده الى كذا. خد حاول وقتك. اكسره الى كذا نقطة. بس مثلا فكرة صعوبة، انا بيتهيألي احنا كلنا كبني ادمين ال- بنميل ان احنا ما نتغيرش. يعني دايما احنا بنحاول نبقى في static state، عاوزين نعيش في نفس الحالة اللي احنا كنا عايشين فيها. عاوزين نقابل نفس الناس اللي احنا كنا نعرفهم. عاوزين دايما الكومفورت زون بتاعنا تفضل موجودة. فأي disruption رهيب للكومفورت زون ده بيبقى دايما في struggle ما بين انه قد ايه مني هيتغير بسبب ان الظروف اللي حواليا اتغيرت، وقد ايه مني هيفضل ثابت ومتعلق بالحاجات اللي انا جاي معايا واللي هي بتأدي الى النوستالجيك فيلينجز وكده. رمضان لانه فيه طقوس كتير جدا مرتبطة بقى بالعيلة، ومرتبطة بالاعلانات، ومرتبطة بالاوقات. يعني انا مثلا من اكبر المشاكل دلوقتي اللي بواجهها انه تقريبا الدور اللي انا بشتغل فيه كله مفيش مسلمين كتير. ففكرة رمضان انه الناس تقدر ان انت ممكن تبقى صاحي بدري، ممكن تكون ان انت ما بتشربش ميه، ممكن يكون ان انت الشوجر ليفل بتاعك لو النهارده. لا، هم ميتينجز عادي زيه زي اي يوم في ايام السنة. و... وبما اننا في شهر 3 فهو بيك في الشغل. فالناس بتتعامل على انه it's a normal daily life. في مصر انا بحس انه الناس طبعا بتبقى empathetic مع حالتك، لانه كله في نفس الحالة. فنروّح بدري شوية، أنا مقدّر إن أنت النهارده ما خلّصتش اللي وراك، ممكن تخلّصه بُكرة. هنمِد الtimelines أو الdeadlines بتاعتنا لبعد رمضان أو بعد العيد، بعد ما نرجع من الأجازة. الحاجات دي بقى طبعًا مش موجودة هنا، فأنت بتتعامل مع ناس بتتعامل في حياتها العادية بدون وجود أي رمضان. وأنا فاكر أصلًا من أو تاني أو تالت يوم كان عندنا full day meetings، رُحت قايل لهم: "يا جماعة معلش، أنا لمدة 3 أيام تعاملوا معايا كإني عندي 10 سنين، يعني الحاجة اللي تقولوها لي قولوها لي كذا مرّة." على ايوه. يعني حاولوا تقولوا لي الحاجة كذا مرّة علشان أنا مش من أول مرّة مش هتيجي معايا. مم. ف فبيتهيأ لي دي برضه من الحاجات اللي هو بتخلّي رمضان يبقى صعب. أنت بترجع تتغدى وقت الفطار بس، اللي هو الوقت العادي بعد ما رجعت من الشغل، مش مخلّص بدري. ما فيش. بنحاول طبعًا في طقوس بنحاول الناس تحافظ عليها، لإنه برضه بتدّينا شوية connections ونوستالجيا وحنين للماضي، والناس بتحب تعمل كده. إنه مثلًا في الweekends بيبقى المجموعات المصرية واللي صايمين بيحاولوا يعزموا بعض. ففي شوية طقوس الناس بتحاول تحافظ عليها في رمضان. مع الأغاني بقى وهو بصراحة في رمضان في مصر حاجة تانية. يعني حتى بيتهيأ لي ممكن يكون في بقية الدول العربية مظاهر الاحتفال برمضان مش as strong as في مصر. فأنت في مصر فين الخيام، فين يعني في كده شوية حاجات بتحسسك إنه رمضان جاي أو رمضان مشي. أنا باحس إنه لأ، هو رمضان في أستراليا ماشي مع الblend بتاع السنة. يعني ما فيش اختلاف كتير. ايوه. وده اللي بيحسسك إنه يعني أنت مش حاسس بحلاوته. عشان ما نبقاش برضو دراماتيك قوي يا كامل، زي ما قلت انه في حاجات كتير بتعوض ان انت عايش، مش عايش الاجواء بتاعت الاحتفالات في مصر ونفس البهجه ونفس هو احساس انا إمم. بصراحه مش بعرف إمم. ولا حد بيعرف يوصفه. هي حاله. بغض النظر إمم. عن الحاله دي، اكيد اكيد
خلّينا بقى عشان ما تقولش إن إحنا إمم. نعيّط في الحلقة، أكيد في برضه benefits أو مميزات إن الواحد عشانها أخد القرار ده. فمن وجهة نظرك إيه أو من تجربتك بقى يعني ممكن تحكي لنا، إيه الحاجات اللي أنت شايف إنه لأ، دي الحاجة اللي دايمًا بتخلّيني أنا عايز أكمّل، أنا مبسوط عشان أنا عملت 1 و2 و3 عشان لو ما كنت فضلت في مصر ما كنتش هاعرف أحقق، إيه من تجربتك حاسس إنه لأ، الموضوع مستاهل إمم. أو مش مستاهل يعني ما إمم. حدش عارف؟ بُصّي، هو وأنا يعني طبعًا في الفترة اللي أنا كنت باعمل فيها قرار، يعني اللي حصل بالضبط إن أنا قدّمت على الهجرة، على طلب الهجرة من الحكومة الأسترالية، و وبعد 6 أو 7 شهور جات لي الgrant اللي هم بيسموها الgrand visa، اللي هو إحنا ادّينا لك سماح إن أنت تيجي وتقعد عندنا في البلد لمدة 3 سنين، ولو قعدت أكتر من 5 سنين هتاخد الجنسية. فلمّا لمّا جه الgrant حصل يعني إيه شوية realization للحقيقة، يعني it's a moment كده اللي هو إيه ده! ده أنا كده بقى مطالب إن أنا أسافر. ده الموضوع بجد، ده أنا محتاج أبتدي أحضّر وأشوف أنا هانقل الحاجات إزاي ومين وهاروح أقعد فين وهادوّر على شغل إزاي، لإن هو بيدّيك أول سنة تعمل landing، فأنت هو لازم كان at قرار least يا تكون كامل والّا دخلت. صُدفة؟ كان قرار والّا صُدفة؟ ما هو كان صُدفة، لإنه أنا أول حاجة زي ما باقول لِك إن أنا حسّيت إنه لأ، الموضوع بتاع إن أنت تطلب الهجرة من بلد هو مش مسألة حظ، هو عادي أنت بتتعامل بتقول لهم يا جماعة أنا حققت الشروط اللي أنتم إمم، محتاجينها بتاعة الskilled worker visa اللي عندكم عجز فيهم، اللي هو لإنه كل سنة البلاد المهجر زي أستراليا وكندا ونيوزيلندا، البلاد اللي هي الناس بتهاجر لها، بيبقى عندهم حاجة اسمها occupation list، يقول إن أنا عندي الوظايف 1، 2، 3 دول فيهم نقص، كأنه HR كبير، إمم، بيبُص على مستوى الدولة، ويبتدي يشوف أنا عندي كام حد ممكن يبقى عنده الskill set دي أو الخبرات ديًّا، بحيث إن أنا أقدر أجيبهم وأخلّيهم يهاجروا لأستراليا، فكل سنة بينزّل occupation ويقول عدد الفِيَّز المفتوحة للناس اللي في الcategory دي. فأنا لمّا ابتديت أكتشف إنه الموضوع كده وما هواش زي مثلًا لمّا كنت باقدّم على فيزا وخايف في فيزا أمريكا إن هم ممكن ما يدّونيش الفيزا، أو أنا رايح آخُد الشنجن ويقول لك معلش اترفضت لإنه معاكش فلوس كفاية في البنك أو ما أثبتّلناش إن أنت راجع. ابتديت بصراحة أفكّر إنه طيب ماشي خلاص أنا هاقدّم على الهجرة، وكانت الفترة بصراحة وقتها في مصر كمان اللي هي فترة عدم الاستقرار، وخارجين من ثورة ومجلس عسكري وانتخابات جديدة و30 يونيو، فكان في عدم استقرار أصلًا، و ف فما كانتش الموضوع يعني اللي هو it feels إن أنا هاعمل a drastic move. بس أنا فاكر وقتها كويس جدًا إن أنا اتكلمت مع مديري، كان اسمه إسماعيل مظهر، باشمهندس إسماعيل مظهر، وباشمهندس إسماعيل قال لي: "بُص يا كامل"، هو أنا باحب باشمهندس إسماعيل جدًا لإنه يعني هو هو مامته فرنسوية وباباه مصري، فعنده كده دايمًا أفكار برضه مختلفة. فسألته: "يا باشمهندس أنا بصراحة مش عارف أسافر والّا ما أسافرش وجات لي الهجرة، حضرتك رأيك إيه؟" فباشمهندس إسماعيل قال لي وقتها: "بُص يا كامل"، أقنعني بصراحة، قال لي: "أنت أول حاجة أنت روح اتعلّم، يعني هتتعلّم حاجات جديدة مش هتقدر تاخد access لنفس العلام أو الاحتكاك مع الناس دي وأنت في مصر، فبالتالي أنت هتروح تتعلّم حاجة جديدة، قررت ترجع يبقى أنت هترجع تفيد مصر." لإنه كان عندنا وقتها كنا لسه طالعين من الثورة، بصراحة كان عندي وقتها ساعتها الإحساس اللي هو بالذنب، إيه ده أنا هاسيب البلد في الوقت ده؟ ده البلد محتاجة الكوادر والشباب وهنبني يعني كان عندنا هذه الأفكار، إزاي هاقدر أسيب البلد وأنا باخون الأمانة وصرفت عليّا في الجامعة، ويعني اللي هو الحاجات دي كلّها كانت موجودة وأنا باخد القرار. فلمّا سألت باشمهندس إسماعيل قال لي: "طب ما أنت هتسافر وتتعلم وساعتها ممكن ترجع وتحاول تpass الknowledge اللي أنت اتعلمتها هناك دي
تاني في البلد، أو إن أنت هتروح وتاخد فلوس بالعملة الصعبة، وساعتها لمّا تبعت لأهلك فلوس يبقى أنت بتساعد البلد بإنه بتدّي لهم عملة صعبة. و وبعدين يا أخي سيب الب سيب البلد، هتخلّي مكان لواحد تاني أصغر منّك ياخد مكانك. ف فبصراحة ادّاني كده perspectives مختلفة، إنه actually it's not all bad، وإنه فعلًا ساعات الواحد بيبقى ال محتاج الزقة دي، حتى لو هو he's willing، بس بيبقى في حتة الخوف دي لما حد بيديك الزقة دي، خلاص بتاخد القرار، بيشجعك يعني. بالضبط. وبعدين يعني هو لمّا قال لي كده طبعًا أنا ما أعرفش هو كان عاوزني أسيب الشغل وأمشي أصلًا، والّا هو فعلًا بيقول لي روح جرّب حظك. آآ بس بس هي كانت فعلًا يعني بيتهيأ لي نصيحة صادقة يعني، هي فعلًا كده، لإنه أنا بيتهيأ لي اتعلّمت حاجات هنا ما كنتش هاقدر أتعلّمها وأنا موجود في مصر. آآ الexposure المختلف لناس بتفكّر بطُرق مختلفة، بتحِل مشاكلها بطُرق مختلفة، دي ممكن ما كانش هيبقى عندي فرص كتير إن أنا أشوف الناس دي عن قُرب بيحلّوا مشاكلهم إزاي. آمم فبصراحة يعني فيها طبعًا positives، بس اللي هو ما قالهوليش بقى إنه أنت بعد فترة فعلًا بتبتدي يبقى عندك مشاكل تانية، هي مشاكل إنه أنا مسافر وأنا 35 سَنة، يعني أنا ما كنتش صغير وأنا باسافر من مصر، فأنا طالع مصري، يعني مصري حتى النخاع، اللي هو كل أفكاري مصري وتعليمي مصري السوفت وير ويعني بتاعك كل مصري حاجة يعني، مصرية. محتاج تتغير. بالضبط. جامد. فأنت لمّا بتيجي بقى تلاقي مثلًا الناس اللي عندها 35 سَنة هنا، بتبتدي تكتشف إنه الناس دي وهي بتتفرّج على التلفزيون وهُم صغيرين كانوا بيتفرّجوا على كرتون مختلف، ما اتفرّجوش على كابتن ماجد، ما شافوش كعبول، ما يعني الحاجات اللي أنت عدّيت بيها دي culture كلّها shock لحد ما بتحصل. تبقى بالضبط. في بقى بيبتدي يبان إنه لأ actually أنا مصري والناس دول عندهم أفكار تانية وعادات تانية، فإزاي أقدر أبقى blend منسجم بقى مع في المجتمع. إمم، بالضبط. إن أنت تبتدي بقى إزاي تتحرّك من إن أنت مصري إلى إن أنت مصري أسترالي، يعني إزاي إمم، يحصل الswitch دوّة. غالبًا في الأجيال اللي بتبقى بعد كده، يعني مثلًا second أو third generations اللي بيبقوا مولودين هنا، بيبقى عندهم المشكلة دي أقل شوية. إمم. ليه؟ لإن هم طالعين في المدرسة مع أصحابهم بيتفرّجوا على مش نفس محتاجين الكرتون، المجهود ده بيجيبوا فلوس. عشان يندمجوا، إنه خلاص يعني. بالضبط. يعني أنا ما أفتكرش إنه إمم. حد في مصر مثلًا من اللي في سِنّي ما عدّاش بالزلزال، وتجربة الزلزال وترومة الزلزال دي شكِّلت الوعي المصري في فترة من الفترات. تيجي هنا أكيد الناس ما عدِّتش بنفس التجربة، بس هم عدّوا بتجارب مختلفة، أنا ما إمم. عدِّتش بيها. فإزاي تقدر تلاقي الbridges بتاعة إنه إيه الcommon ما بيني وما بينكم، علشان فعلًا يبقى المجتمع اللي إحنا بنbelong ليه كلّنا يبقى مجتمع مترابط، وما فيهوش الفُرقة الصعبة اللي هي بتاعة إحنا وأنتم وكده، على الرغم من إنها بتحصل. لإنه غصبٍ عنّك، يعني مثلًا أنا كنت باقرا article كان بيتكلّم على الناس اللي هم الsecond generation تحديدًا، هم أكثر الgenerations عُرضة للradicalization. يعني لو هم بيسمعوا مثلًا، لإن هم بيطلعوا في بيت مثلًا let's say إنه أطفال طالعين في بيت مصري، فهُم بياكلوا أكل مصري وبيشربوا شُرب مصري في البيت، يعني بيتعاملوا في البيت كإنّهم جزء من مصر. أول لمّا الطفل بيطلع المدرسة ويبتدي يتعامل مع العالم الخارجي، يكتشف إنه لأ، العالم بيعمل حاجات تانية، الأطفال في الفصل بياكلوا أكل مختلف. بي سمعتِ عن الvegemite؟ هي أكلة أسترالي كده لأ، عمري. عاملة زي spread. It's a very Australian thing اسمها vegemite. هو آه. spread أسود كده، أنا ما أقدرش آكله، يعني طعمه وِحِش جدًا. إمم. بس مثلًا ابني ما عندوش مشكلة خالص إن هو يطلب vegemite ويحطه على التوست وياكله. ف لإنه صحابه كلّهم في الفصل بياكلوا صح. vegemite.
ف ف فبيبتدي هو الطفل وهو بيطلع بقى بينشأ في هذه البيئة، بيبقى جزء منها، بيبقى عنده كتير من الcultural awareness ديًّا، بس بييجي في مرحلة لمّا يبتدي بقى يشوف هو أنا منين، وأهلي مين، وإيه الأفكار اللي كانت أهلي بيعلموهاني، ويحصل التصادم مع المجتمع الخارجي، ايوه، هنا بقى تيجي بيبتدي المشكله. يعني انت قلت انه إمم، انه لما إمم، لما لما احنا متعودين على culture معينه بباك جراوند معينه، عشان احنا انت اوريدي إمم، قضيت، انت قلت 35 سنه من حياتك مصري. التشالنج بقى اللي بيجي، إمم، وده بشوفه في ناس كتير قوي، لما اصلا ولادك بيتولدوا هناك، هو وستيل إمم. انت الاب والام هم اللي عايزين يطلعوا الاطفال اللي طالعه دي بنفس التربيه بتاعتنا، بنفس الثقافه بتاعتنا، بنفس الدين بتاعنا. ما هو ده آه، بقى سؤال، لأ، ده ما بيبقاش قرار سهل. يعني أنت لو أنت امم بتسأل نَفْسك السؤال ده أنا عاوز أطلّعهم إيه، لإن ايوه. أنت ليك تأثير مباشر على هم بيطلعوا شكلهم عامل إزاي. في أُسَر بتفضل متمسكة بأكبر قدر من القيم والعادات والتقاليد اللي هم طالعين بيها already، ودول ممكن يكون برضه من أكثر الناس اللي هو الsecond generation بيلاقي الصدمة دي، ليه؟ لإن هو في فعلًا miscontrast ما بين اللي هو بيشوفه في البيت واللي بيشوفه برّه. وفي ناس بتحاول تعمل الbalance اللي هو عادي دول ناس زينا زيهم، وأنت بتعمل نفس الحاجات اللي هم بيعملوها، بس في نفس الوقت إحنا عندنا بعض القيم اللي بنحاول نحافظ عليها ونخلّيها من الثوابت اللي مش هنقدر نتغيّر فيها. امم ف بس ف متعب، ف متعب قوي يا it's not كريم، مش سهل خالص. مش سهل، هو أصلًا مش سهل على الfirst generation. يعني أنا شخصيًا اللي هو الblend ده صعب. يعني أنا لغاية دلوقتي معظم صحابي اللي هنا هم أصحاب مصريين، وده طبيعي لإنه إحنا بن بن بنتلَم حوالين الناس اللي شبهنا. يعني إحنا عاوزين نتكلّم مع ناس بياكلوا أكلنا. احنا نفس الريكوردينج. اوكي. كنت بتقول كنا بنتكلم يا كامل في موضوع تربية الأطفال بره. إمم، وبجد من أكتر الحاجات اللي أنا بحسها challenging، يعني كتير من الناس اللي أنا بتكلم معاهم بيقولوا لي هو اللي احنا بنقوله في البيت تمام، بس لما بيشوفوا حاجات تانية بره مختلفة، اللي هو أيوه يعني هو إيه المسج فيه ايرور، انت فاهم؟ انت ما بتبقاش عارف إمم. المفروض تقول لهم ايه. تتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ ما هو بالضبط صح. ده يعني بتبقى أنا أعتقد إنه دي من أصعب يعني التريكات اللي المهاجر بيعدّي بيها، هي فكرة إزاي يقدر يلاقي balance ما بين إنه في ناس مختلفة عننا، بتعمل حاجات مختلفة عننا، وأنت في نفس الوقت عاوز تحس إن أنت جزء من المجتمع دوًّا، لإن أنت فرد منه وبتكبر فيه وعندك صحاب منه وبتتعامل معاهم كل يوم. ف فالtopic الarticle اللي أنا كنت قريته كان بيقول إنه أنت عندك 3 generations مثلًا. الgeneration الأول اللي هو المهاجر أصلًا، اللي هو طلع من بلدهم. يعني أنا definitely مش مش هابقى أنا باروح أدوّر على أكل قريب من الأكل المصري أو الgroceries العربي علشان أروح أجيب ملوخية وأروح أجيب صح، قلقاس صح. وأجيب حاجات اللي أنا متعوّد إن أنا آكلها كده في البيت. ده مش بيزنس هاعمل ده بيزنس الأكل اللي هو خطير fish and chips. بره يا كامل، ده انه دايما بتلاقي الجروسري ستورز حتى لو بعيد. انا فاكره لما كنت في نورث بورو، احنا كان لازم ننزل إمم، لحد بوسطن ساعه ونص سواقه عشان نجيب إمم. جبنه رومي. أنا بقى ما بالاقيش جبنة رومي. يعني هو حتى الآن أنا لم أنجح بعد مش 10 سنين إن أنا ألاقي جبنة رومي. بس بس أنت بتحاول طبعًا. يعني قصدي إنه المهاجر الأول اللي زي حالاتي بيحاول يعيش على قد ما يقدر زي ما كان عايش في مصر. مش هاقدر أغيّر. صح. غالبًا بما إني سافرت كبير، في العادات كلّها والhabits اللي أنا اتعودت عليها مش هاقدر أغيّرها. هم مم. هم على العكس، هو شايف الكلام اللي أنت بتقوله له في البيت، وبعد كده شايف المجتمع بيتصرّف بشكل مختلف تاني وبياكل أكل تاني.
والenvironment ممكن تبقى مختلفة. فأنت ما عندكش مشكلة إن أنت تكوب أو مش تكوب، أنت ما عندكش مشكلة إن أنت تسرفايف كمهاجر، لأنه أنا ما عنديش تغيير كتير في حياتي. يعني في بعض الناس اللي في الجاليات هنا بيعيشوا في مجتمعات قريبة جدًا من المجتمعات اللي هم كانوا مسافرين منها، بيصاحبوا وناس كانوا ممكن يبقوا صحابهم في مصر، آآ بيودّوا مدارس ممكن تكون مدارس يا إما إسلامية، يا إما مدارس يعني قصدي بيعملوا الactivities مع الناس اللي ممكن تكون بيخلقوا قريبة مجتمع ليهم شبه مجتمعهم exactly، بطريقتهم. exactly، بابل بالضبط، بابل هو ده اللي يعني بيحصل. صغيرة عليهم يعني. إمم. بالضبط، فهو ما عندوش مشكلة إن هو يعيش في الحالة ديّة، بس إمم. الأطفال بتبتدي لمّا تكبر شوية وتبتدي بقى تتساءل هو أنا مين، يبتدي يشوف إنه إيه ده، لأ أنا أهلي هنا بيقولوا لي كده بقى بس بيحصل المجتمع كده، identity crisis. وهنا اللي ممكن بالضبط، وهنا اللي بيتهيأ لي الinfluence بتاع العيلة وقُرب الأهل من من ع من ولادهم بيبقى مهم جدًا، لإنه إمم. يبقى عندك channel of communication تفهم إيه صح. وفي challenges بصراحة أنت ما بتقدرش تحلّها أو أنت ما اتعرّضتلهاش قبل كده. يعني مثلًا م أنا فاكر كويس إنه مثلًا سليمان ابني كان عنده مثلًا 6 سنين، رايح عيد ميلاد بتاع أطفال تانيين، ففي sandwiches of sausages هم بياكلوها، الأطفال بتاكل sausages والsausage فيه pork، فأنت عاوز تفهّمه إن إحنا ما بناكلش. إزاي أقدر أفهّم طفل عنده 6 سنين إنه ما تاكلش زي أصحابك التانيين pork لإن إحنا يعني إيه عندنا أصلًا؟ يعني يعني إزاي إيه؟ هتوصّلها له؟ أيوه. بالضبط، إزاي هاوصّل له إنه لأ، ما ينفعش تاكل الأكل ده لإن إحنا غيرهم، ما هو بقى هتبتدي تزرع هنا اللي هو إحنا وهُم، وهُم وإحنا، وأنت مش إمم. عاوز تعمل كده، بس في نفس صح. الوقت ما تقدرش تمنع حاجة زي كده إنها تحصل. فبتحاول تدّي له enough من معلوماتك، بس أنت ما اتعرّضتش للمشكلة دي وأنت صغير، أهلك ما اتعرّضوش للمشكلة دي وهُم يعني قصدي وأنت صغير برضه، وبالتالي بيتهيأ لي التعامل في المرحلة دي is very critical وحساس جدًا، إنه اللي أنت بتقوله له واللي أنت بتوصّله له بيشكِّل برضه الbehavior بتاعه towards المجتمع والfeelings بتاعته towards المجتمع، وشايف الناس اللي حواليه إزاي. 100%. إنما في لو حاجة. هو قدر يsurvive وعاش وكبر ودخل الجامعة وخلِّف هو كمان، بيبقى الthird generation تقريبًا ما عندوش مشكلة أوي، لإنه خلاص باباه ومامته قدروا يتخطّوا هم كمان المشكلة دي ويبقوا جزء من المجتمع اللي هم عايشين فيه. حاجة من الحاجات وأنت بتتكلم يا كامل وبتحكي بيتهيأ لي الكلام عنها. يا ريت يعمل make sense. 100%. بس في حاجة وأنت بتحكي فيها برضه يا كامل، إنه دايمًا الناس بتبقى فاكرة إنه الهجرة أو إن الواحد يبقى يطلع برّه هو مش هيقابل مشاكل أو مشاكله هتخلص، ولكن في الواقع هو still في مشاكل، بس على حسب أنت عايز تختار إيه. يعني هنا في مشاكل، برّه في مشاكل، إمم، بس كل واحد بيختار هو عايز يعيش أنهي challenges. يعني بالضبط. أنا بيتهيأ لي آآ طول الوقت خلاصة we're making الكلام trade إنه offs. بالضبط كده. يعني أنت شوف أنت عايز أنهي package وهتاخدها على بعضها. ما فيش حياة perfect إنه ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش تحديات، ما فيش الكلام ده. برّه مصر، جوّه مصر، على حسب بقى أنت هتقابل إيه. لأ طبعًا، صح، صح، وبتقابل تحديات. أنا بيتهيأ لي يعني برضه بيبقى في صعوبة إنه 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 يبقى أنت عدّيت بيها أو أهلك عدّوا بيها. يعني في مشاكل أنت يعني مثلًا موضوع إن أنت تيجي وتخلِّف هنا مثلًا، أو إن أنت تخلِّف أولاد موجودين هنا. طبعًا فكرة إن أنت أصلًا تفهم نظام الخلفة يعني في مصر خلاص أنت متعوّد وأهلك شافوا وشُفت أصحابك وهُم بيخلّفوا وعرفت النظام ماشي إزاي. هنا لأ، ده نظام مختلف شوية وبتتعامل مع المستشفى بشكل مختلف. ال الreports اللي بتيجي لك وقت الmedical reports اللي بتتعمل ممكن تبقى مختلفة. غير بقى طيب أنا دلوقتي بقى معايا طفل ومحتاج آخُد بالي منّه. في مصر بيبقى الموضوع برضه إن أنت عندك أهل وصحاب تقدر ترمي عليهم، يعني عندك enough credit إنه ممكن معلش يا جماعة ممكن حد يشيلني في حاجة، هتلاقي ناس ممكن بتساعدك.
هنا برضو انت ما هو دي بتلاقيش اكتر قوي. حاجة صحابي بيشتكوا منها، انه مفيش سبورت، كل حاجة بيعملوها لوحد، كل حاجة. فالموضوع صعب جدا يعني. بالظبط، بالظبط. وما عندكش extended family يعني مثلا، خاصة لو انت في مجتمعات ما بتعملش كده مثلا، يعني بيتهيألي في زي الصينيين مثلا، ناس كتير من الناس الصينيين، وهنا عشان استراليا كمان قريبة جدا من الصين، فهم بيعتبروها الباك يارد بتاعت الصين. يعني في ناس كتير صينيين بيجوا استراليا يشتروا بروبرتيز ويقعدوا، ماليزيين كتير، اندونيسيين كتير، يعني احنا برضو الناحية دي من العالم. فبتلاقي البيهيفير بتاع الهجرة مثلا بتاعهم مختلف شوية. ك بيجي وشوية وبيبقى باباه ومامته بيجوا، وبعد كده حماه وحماته بيجوا، وكلهم بيعيشوا في بيت كبير ويفضلوا يبنوا الأسرة. هم بينقلوا الأسرة كلها بكل فروعها إلى مكان جديد. احنا ما بنعملش كده، يعني احنا بنطلع واحد واحدة كده، يروحوا طالعين هم لوحديهم، و... وتبتدي انت لسه اهلك بقى هناك، واخواتك هناك، واصحابك هناك، فانت بتفضل دايما عندك كأنه شلت زرعة صغيرة من وسط جنينة وحطيتها في مكان تاني صح. خالص. صح. هتبتدي ممكن بقى تبتدي هي تزرع روتس، وكل ما الروتس كبرت كل ما بقى في صعوبة ان انت تشيل الروتس دي وتحركها تاني. اعتقد برضو يا كامل، دي من اكتر الحاجات اللي بتخلي الناس دايما مهما قضوا من سنين وقعدوا كتير بيبقوا عايزين يرجعوا، يرجعوا مصر. يعني انا مفيش اي حد مهما كان بقاله كام سنة بره وعمل ايه وبنى ايه ما بيحلمش، ما عندوش الاكزيت بلان زي ما بيقولوا، اللي هو انا في الاخر انا عايز ارجع استقر في مصر. تفتكر ليه الناس طب الناس اللي انت شفتيهم، طب مم. انت قولي لي كده، الناس اللي انت مم. شفتيهم مثلا ممكن يكونوا رجعوا الاسباب. اصل هو فعلا يعني بيتهيألي كل واحد قصة هجرته دي مختلفة عن الناس التانية. صح. يعني وانت لما بتهاجر كمان مش بتهاجر، بتقابل ناس مصريين ممكن يكونوا من حتت غير. انا مثلا من القاهره، ابتديت اكتشف انه لا، اسكندريه برضو في ناس كتير جدا بتسافر من اسكندريه. في ناس بتيجي من او قابلت ناس ممكن تكون من حتت انا لو انا قاعد في مصر ما كنتش قابلتهم، مع انهم مصريين برضو. فقصدي برضو الهجره بتخليك تقابل ناس ممكن يكونوا من خلفيات قريبه من الخلفيه بتاعتك بس مختلفين. طبعا برضو بتحاول تحن مثلا الناس اللي بتقدر تتكلم عربي whether. يعني انا واحد صديقي هنا مثلا ليبي، فانت تبتدي تكتشف حاجات عن الليبيين انت ما كنتش تعرفها قبل كده. او او مثلا كان ليا مدير من اصل تونسي، ابتديت افهم عن التوانسه حاجات اكتر بكتير عن اللي انا كنت ممكن اعرفها وانا عايش في مصر. اللبنانيين، يعني قصدي انت كمان بتتعرض لناس ممكن تبقى قريبه منك شويه في كلتشر، فانت في commonality بس هم ما كنتش تعرفهم قوي. فلما بتيجي هنا بتيجي تتعرف، تخليك تعرف الناس دي اكتر ما كنت تقدر تعرفهم وانت في مصر. في I hope she آخر answered. البودكاست يا كامل عايزة انا بقى أسألك آخر حاجة. أنا مش حاسة فيه ديلي شوية عشان طبعا احنا الإنترنت، الموضوع غير لما نبقى في نفس الاستوديو. بس عايزة أسألك على حاجة، آخر حاجة تحب تقولها للناس. لأن أنا ده اللي أنا شايفاه مؤخرا، وهو عمره ما وقف، بالذات زي ما قلت في آخر 10 سنين. لأي حد عايز ياخد القرار إنه محتاج يريلوكيت أو يهاجر، تحب تقول لهم ايه الحاجه اللي انت حابب اتعلمتها؟ اكيد اتعلمت حاجات كتير قوي، بس حابه اخد منك زي ما بيقولوا الزتونه ملخص كده. قول لنا ايه الحاجه اللي الواحد لازم وهو داخل على القرار ده، سواء بقى طريقه تفكير، حاجات يعملها، حاجات ياخد باله منها من وجهة نظره. انا متهيألي لازم الواحد يبقى عارف هو بيسافر ليه. يعني هي زي ما كنت، يعني زي ما كنا بنقول قبل كده، هو it's a trade off. يعني انا I'm trading something for something. يا اما اقعد في مصر مع اصحابي وفي استفادات معينه ومع اهلي وعندي كارير بلان. انا ما اعرفش لو انا كنت قاعد في مصر مثلا كان وصل بيا الحال لفين. بس انت طول الوقت you're making trade offs، فانت you can't make a trade off من غير ما تبقى عارف طب انا ليا اهداف معينه من الهجره اصلا. وطبعا لو طلعت
قعد يعني خارج برضه من المسافة وفكر في رجوع الهجرة، لأنه المسافة فعلًا بيتهيأ لي أحسن حاجة للناس عملوا الموضوع بعد ما تشوف أنت مثلًا درست الموضوع وعاوز تهاجر وشُفت أنت ممكن هتهاجر فين، كلم الناس عايشين في المدينة ديّة وحاول افهم أنت إيه اللي ممكن تستفيده فعلًا، فلمّا تعمل القرار بتاع الهجرة يبقى أنت making an informed decision. هل أنا فعلًا الموضوع ده is worth it بالنسبة لي والّا هيأخرني بس أنا بيتهيأ لي هو كده أنت عمّال تتحرك وبتجرّب حاجات جديدة ويور open إن أنت تشوف الدنيا منظور مش already biased وحاكم على يعني ما عندكش حكم مسبق على الدنيا، بيتهيأ لي هتستفيد، يعني هتgain knowledge ما كنتش تقدر تجيه لو أنت كنت في مكانك واتحركت بشكل مختلف. هل هل ممكن دي حاجة تفيدِك لو أنتِ بتفكّري في السفر؟ آه، يعني بص يا كامل، انا بالنسبه لي لو انت لو انا هو بحس انه اهم حاجه ان الواحد يبقى عارف اولوياته وهو عايز ايه. فانا بالنسبه لي طبعا كل اللي انت صح. قلته ده يعني احلى حاجه في العالم، واكيد الواحد يحب يبقى عنده التجارب دي والخبرات دي. ولكن هو في الاخر من وجهة نظري هي اولويات. يعني قبل حتى ما تشوف المميزات اللي هتشوفها، اعرف اولوياتك الاول، اعرف انت عايز تضحي بايه، ايه الحاجه اللي انت مستعد تضحي بيها. فانا مثلا بالنسبه لي انا دايما بقول لاي حد كده، بقول له يعني لو اي حد عارفني، بالنسبه لي عيلتي هي اهم حاجه. ما بعرفش إمم، ابعد. الصحاب يعني انا بالنسبه لي إمم، اللي هو لا، انا مش هعرف ابقى ناجحه، مش هعرف غير لو انا حواليا الناس دي، فاهمني؟ فبس فهي في الاخر إمم. انت عايز لأ، ايه أنا ومش عايز متفهّم ايه. بصراحة، صح. بس أنا بيتهيأ آه... لي يعني مم، this is absolutely فعلًا صح، إن أنت you have to الأول تحدد الvalues بتاعتك اللي أنت you cannot trade ومنها تبتدي تشوف إيه اللي ممكن أستفيده ومش وهيبقى aligned مع الvalues بتاعتي. بالظبط. ثانك يو سو ماتش يا كامل. كانت حلقة لذيذة وخفيفة في رمضان وعجبني قوي ان احنا فتحنا التوبيك ده بجد من غير يعني حاسه ان احنا ما كانش قصدنا خالص، بس يعني لذيذ قوي ويا رب الناس اللي بتسمعنا يعني في ناس هتريليت، في ناس هتبقى دي اصلا تساؤلات في دماغها، هتحس اللي هو ايه ده، انا ما فكرتش في الجانب ده قبل كده. فيا رب الحلقة تكون مفيدة وخفيفة، وكل سنة وانتم طيبين. ثانك يو كامل سو ماتش. لأ thank you very much يا إيمان، وبصراحة أنا برضه يعني كنت excited جدًا وما زلت excited وأتمنى إن أنا أكون يعني قدّمت perspective حتى لو جديد أو مختلف أو نفس الحاجة، بس يعني أتمنى إنه بجد حد يكون استفاد منها. اكيد. ثانك يو سو ماتش.